أستطيع أن أقول إنها دولة فوق الإقليمية، والمغرب أصبحت مركز ثقل وكانت تقود ولا زال الاتحاد دول المغرب. موقع المغرب فرض عليها أن تعزز قدراتها العسكرية وخصوصا القدرات البحرية. إذا أخذنا شواطئها على المحيط الأطلسي كما هو واضح تصل إلى 3000 كيلومتر، إذا أخذنا شواطئها على البحر الأبيض المتوسط أيضا تتجاوز 3000 كيلومتر. إذا الاهتمام بالقدرات البحرية مهم، إضافة أن لها حدود برية مع الجزائر وبعض موريتانيا ودول الجوار الأخرى بالآلاف. نرحب بضيفنا الخبير الاستراتيجي والعسكري الدكتور صالح المعيطة. أهلا بك دكتور ببرنامج على الخريطة. نتحدث اليوم عن المغرب الذي يبرز كقوة إقليمية نافذة بإفريقيا والشرق الأوسط. من خلال قراءتك دكتور لجغرافيا المغرب، ما هي عناصر القوة الوطنية التي يمتلكها المغرب والتي تسهم اليوم في بناء قدراته العسكرية في أيامنا هذا؟ كل شكر على طرح هذا السؤال. أشرتي أنه المغرب كدولة إقليمية، أنا أستطيع أن أقول إنها فوق الإقليمية من حيث عناصر القوة الوطنية التي أشرت إليها. عندما نتكلم عن عناصر قوة الدولة تبدأ بالقوة الدبلوماسية والقوة المعلوماتية والقوة العسكرية والقوة الاقتصادية، وأضيف لها حديثا القوة المالية والقوة القانون وقوة التشريع. إذا نظرنا إلى المغرب أستطيع أن أقول إنها دولة فوق الإقليمية لأنها على حدود الأطلسي وحدود البحر الأبيض المتوسط، وهذا يعطيها مركز ثقل استراتيجي. أيضا القوة الأخرى وهي القوة الغير ملموسة، التجانس الداخلي المغربي وعلاقة المغرب من مئات السنين مع محيطها العربي وتناغمها مع الأنظمة الملكية في الشرق الأوسط والأنظمة الرئاسية، تربطها علاقات مميزة مع المملكة العربية السعودية، مع المملكة الأردنية الهاشمية، مع مملكة البحرين وكل الدول العربية، إضافة إلى علاقات مميزة أيضا مع الأنظمة الملكية في أوروبا والأنظمة الرئاسية. أما كيف تستفيد من عناصر القوة الوطنية المتوفرة لدى المغرب؟ أعتقد من خلال توظيف هذه العناصر. قد تسأليني كيف؟ المغرب تستطيع أن توظف الدبلوماسية المغربية. المغرب دولة طبيعية مقبولة في دول الجوار ومحيطها الإقليمي والدولي، تستقطب الاستثمارات من حيث القدرات